السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. آسفة من المنظر اللي أنتم هتشوفوه ده، ولكن الفيديو النهارده هو روتين العودة من السفر في ترتيب البيت. الفيديو الحقيقة أنا صورته وقت ما رجعت، ولكن في حاجات اتمسحت مني وكان وقت تعب وكده فما نزلتوش، فمنزلاه من ضمن فيديوهات روتين العيد كحماس يعني مش أكتر. أول حاجة باعملها قبل ما أسافر إن أنا بالِم الفرش بتاعي كلّه جنب بعض وباغطّيه بملايات أو قماش قديم أو أي حاجة، علشان أحافظ على الألوان بتاعته والقماش نفسه ما يبوظش. طبعًا تغطية الفرش بتشمل المراوح، السراير، التنجيد، الأنتريه، الرُكنة، المرايات، أي حاجة ينفع إنها تتغطى أو هيتأثّر اللون بتاعها غطّيها. اليوم ده أنا فاكرة إن أنا صحيت الساعة 8:00 وكنت نايمة بعد الفجر، يعني إحنا وصلنا بعد الفجر وكان يومين سفر، ولكن من منظر الشقة واللي حصل فيها فما كنتش قادرة إن أنا أستحمل أكتر من كده يعني. الحقيقة أنا كنت حزينة عليها جدًا وعلى المنظر جدًا، 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 لإني أنا قعدت فيها شهر واحد وسافرت. فلمّا أرجع ألاقيها بالطريقة دي كنت زعلانة جدًا عليها، ولكن هي الحاجات دي بسبب إن كان في بنا في الدور اللي فوقينا، فكان المنظر كده، يعني أسمنت وطوب ورمل وحبال متقطّعة والحيطان متبهدلة جامد، وكان البلكونة والسلِّم. كانوا منظرهم بشع جدًا، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هنحاول نضبّطها على قد ما نقدر. هي لمّا اتقفلت فترة طويلة، فكان في كذا حاجة باظت، يعني باظ من التلاجة، الكهربا، المَيّة، السباكة، حاجات كده كتير، وحاجات في البلاط، وحاجات في الحيطان، بسبب الركنة وفوق يعني تسريب مَيّة والكلام ده، فكانت حاجات كتيرة اتبهدلت. بس الحمد لله خير، حاولت عدّلت فيها على قد ما أقدر. تعالوا بقى أقول لكم أنا نضّفتها إزاي. أول حاجة لمّيت كل التراب اللي في الأرضية، وحاولت إن أنا أشيل كده على قد ما أقدر علشان وأنا باتحرك ما يبهدلش جوّه، لإن جوّه كان نضيف ما كانش بالطريقة دي. وفكيت الحبال وغسلتها الأول شطفتها كويس بالمَيّة، وبعد كده حطيت شوية مسحوق كده وسِبتها بقى مع بعضها شوية تاخد وقت كده، لإن هي كانت ناشفة وكان فيها أجزاء مصدية وكان فيها أجزاء عليها أسمنت وكده. فأنا غسلتها. رجعت تاني بقيت ألِم التراب بالمكنسة، والحاجات اللي على الحيطان دي كانت ناشفة جدًا، إيديّا اتبهدلت فيها جامد. عملتها بطوب، بصنفرة، بسكينة، تعبت إيدي جامد وخدت وقت طويل جدًا، 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 يعني عملتها حوالي في 3 ساعات علشان أشيل كل الأسمنت ده، وكان في بواقي آثار بسيطة خالص يعني مش كتيرة. بس كانت اللون طَبَع أو كده يعني. لو حد عنده خبرة في الأسمنت أو معاه السكينة اللي هُم بيستخدموها كانت هتبقى أفضل. الحيطة بقى خُفت عليها تتجرح والكلام ده، فجِبت ورق الصنفرة وبدأت أعمل بيها. هي الحقيقة ما شالتش وغيّرت اللون الدهان بقى بهتان شوية، ولكن شِلت الحاجات اللي هي الإضافية، يعني الحيطة بقت ناعمة مش ما فيهاش حبوب، تمام. وبعد كده شِلت الستاير، الجزء التُّل ده أنا ما عرفتش أشيله، ولكن التاني ده أنا شِلته وغسلته، وبعد كده مسحت ورجعت تاني بقى علشان أبدأ إن أنا أنضّف. وده كده شكلها بعد التنضيف بعد تعب طويل، ده أكتر حاجة قدرت إن أنا أوصل ليها، تمام. هو في بواقي آثار وكده، بس كان صعب إن هو يتشال وما كانش هينفع يتشال أكتر من كده. طبعًا أنا نضّفت الشباك والبلكونة نفسها الخشب والإزاز وكده، بس الفيديو اتمسح مني. شايفين الفرق ما بين السيراميك قبل وبعد كان عامل إزاي؟ كل الحاجات دي أنا غسلتها وبعد كده جِبت ملمّع الخشب وعملتها تاني وكده. والحيطان أنا زعّفت الحيطان الأول بالزعّافة، وبعد كده نفّضتها تاني وعملتها مسحتها بفوطة كده عندي، وبعد كده مسحت الشقة. هنا المكنسة كان أول مرّة أجرّبها والحقيقة ما عجبتنيش خالص وندمت إن أنا جِبت مكنسة كهربائية، حسيت إن ما لهاش فايدة أو أنا ما عرفتش أستخدمها مش عارفة. ولمّعت أي إزاز تاني موجود، الشبابيك من جوّه والترابيزة، وبعد كده مسحت الأوضة وفرشت السجادة، وحاولت إن أنا أمشي عليها تاني بالمكنسة على أساس ألاقي فرق أو كده،
حسيت لأ، أنا مش عارفة لإن هو كده كان نضيف فما طلّعش حاجة والّا أنا استخدمت المكنسة غلط، فالحقيقة مش عارفة اكتبوا لي في الكومنتات. ده كده شكل الأوضة، ما تتخيلوش فرحت قد إيه لمّا رجعت تاني حلوة زي الأول، وباقي الشقة برضه كمّلتها، بس هنشوف مع بعض فيديوهات تانية لإن الحاجات الأولانية اتمسحت، فهنبدأ نصوّر روتينات العيد. الستاير أنا غسلتها وكانت لسه بتنشف، والباب برضه مسحته كويس ونفّضته ولمّعت الخشب بتاعه، حرفيًا عملت كل تفصيلة في الأوضة لحد ما بقت كده. بس كده لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك للقناة وفعلوا الجرس وانتظروا فيديوهات تانية من روتينات العيد واشوفكم بخير فيديو جديد مع السلامة.